السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو النهاردة هنتكلم عن المذر بورد أو اللوحة الأم، وإيه هي وظيفتها في جهاز الكمبيوتر. تخيل معايا كده إنك عايز تعمل كوباية شاي، دخلت المطبخ، الصينية موجودة والشاي والسكر موجودين لكن الكوبايات مش موجودة. كده في حاجة ناقصة، مش هنعرف نعمل كوباية الشاي. استنيت ساعة ودخلت تاني، الصينية موجودة عليها الشاي والسكر والكوبايات. كده هنيئا لك تقدر تعمل كوباية الشاي. الصينية عندنا هنا في المثال بتاعنا هي المذر بورد. يبقى المذر بورد هي الصينية بتاعة الكمبيوتر، هي اللي بيتجمّع عليها كل قطع الكمبيوتر عشان يشتغلوا مع بعض، ومن غيرها الكمبيوتر مش هيشتغل. في ناس كتير بتسميها أم الكمبيوتر، عشان هي اللي بتوصّل كل حاجة ببعض. النهارده هنعرف إيه هي مكوناتها، وإزاي بتشتغل، وإزاي تختار مذر بورد مناسبة لاحتياجاتك. مبدئيًا كده اللوحة الأم أو المذر بورد هي عبارة عن لوحة كبيرة مليانة دوائر كهربائية وslots أو فتحات. وكل قطعة في الكمبيوتر بتتوصل بيها. تخيلها بالظبط زي المحطة المركزية للمواصلات عندك في المدينة، كل العربيات لازم تيجي عند المحطة وتحمل وتمشي. يبقى كل العربيات لازم تمر من خلال المحطة المركزية. يبقى بالظبط ده اللي بيحصل عندنا في الكمبيوتر. المذر بورد كل مكونات الكمبيوتر من بروسيسور ورامات وكارت شاشة وهاردوير، لازم كل الحاجات دي تتوصل بالمذر بورد عشان تشتغل مع بعض. طيب المذر بورد دي بتتكون من ايه؟ المذر بورد بتتكون من 6 حاجات. أولهم السوكت، ودي الفتحة اللي بنحط فيها البروسيسور. وخليك عارف إن كل نوع بروسيسور ليه سوكت معين. تاني مكون معانا هو الرام سلوتس أو فتحات الرامات، ودي الفتحات اللي بنحط فيها الرامات. تالت مكون معانا وهو الإكسبنشن سلوتس. إكسبنشن سلوتس أو شقوق التوسعة، ودي الفتحات اللي بنحط فيها كارت الشاشة أو كارت الصوت. رابع مكون معانا وهو الستورج كونكتورز، ودي الفتحات اللي بنوصل بيها الهاردوير او الاس اس دي. خامس مكون معانا هو البايوس تشيب، ودي الشريحة اللي بتخلي الكمبيوتر يبدأ شغله لما بنضغط على زر الباور. سادس مكون معانا هو الاي او بورتس او منافذ الادخال والاخراج. دي الفتحات اللي بره الكمبيوتر زي اليو اس بي او منافذ الصوت او فتحة الاتش دي ام اي. ديّة بالنسبة لمكونات المذر بورد. طيب إزاي أختار مذر بورد مناسبة ليّا؟ خُد بالك من كذا حاجة. أولهم اتأكد إن المذر بورد بتدعم نوع البروسيسور اللي عندك. تاني حاجة شوف عدد فتحات الرامات، يعني لو عايز تزوّد رامات في المستقبل خُد مذر بورد فيها 4 فتحات رامات. تالت حاجة لو عايز تضيف مثلًا كارت شاشة قوي أو أجهزة تانية، اتأكد إن المذر بورد فيها expansion slots كتيرة أو شقوق توسعة كتيرة. وخد بالك من حجم المذر بورد عشان تناسب الكيسة اللي عندك. ولازم تعرف احتياجاتك، لو عايز جهاز للألعاب خد مذر بورد بتدعم كارت شاشة قوي. طب لو عايز جهاز تشتغل عليه يبقى خد مذر بورد بتدعم سرعات عالية للرامات. ونصيحة قبل ما تشتري أي حاجة شوف الفيدباك عنها، شوف آراء الناس عنها إيه. يعني لما تيجي تشتري مذر بورد شوف آراء الناس عن المذر بورد اللي أنت عايزها دي. وخد بالك من العلامة التجارية، في علامات تجارية كويسة زي الجيجا بايت. ويا ريت ما تشتريش مذر بورد قديمة، وتأكد إن المذر بورد بتدعم التقنيات الحديثة زي اليو اس بي 3 والام 2. إن شاء الله أكون قدرت أوصل لك إيه هي المذر بورد وإيه هي مكوناتها وإزاي تختار مذر بورد مناسبة ليك. لو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصل لك الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم في فيديو جديد.